بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا تسأل عن علة الفرضية. الله سبحانه وتعالى يفرض على عباده ما يشاء ولحكم بالغة متعددة يعلمها هو سبحانه وتعالى، منها ما هو ظاهر للعباد ومنها ما هو غيبي. الله سبحانه وتعالى كرم بعض الشهور أو فضل بعض الشهور على بعض، وفضل شهر رمضان على بقية الأشهر كلها. فهو شهر حين كرمه الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا أمرنا سبحانه وتعالى بالصيام فيه فرضا، وهذا مما يبين أيضا فضل هذا الشهر المبارك، حين قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفصلها الحق بعد ذلك: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كما بين سبحانه وتعالى أفضلية هذا الشهر المبارك، فامتن على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن الكريم فيه، وبين النبي عن رب العزة أنه أعطى لأمته في هذا الشهر خمس خصال لم يعطها نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله عليه وآله: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أولها أنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم. إلى من؟ إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أفضلية هذه الأمة التي قال فيها رب العزة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. الثانية أن الملائكة تستغفر لهم. لمن؟ أيضا لأمة سيد الخلق سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله. الثالثة أنهم حين يمسون، أي أمة النبي، تكون رائحة أفواههم والتي يظنها البعض أنها رائحة كريهة، لا، قال فيها النبي المصطفى: عند الله هي أطيب من ريح المسك. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته أن تتزين لعباده، فيقول لها: تزيني لعبادي الصالحين أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. الخامسة أنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم جميعا، فإن العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. وهكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية هذا الشهر المبارك، فيوجه الأمة كلها في بدايته ومفتتحه، فيقول: أتاكم رمضان، مخاطبا الأمة كلها: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فيرفع الدرجات ويحط الخطايا ويستجيب الدعوات، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. دلالة على أفضلية الشهر، ودلالة أيضا على أفضلية الأمة، أمة النبي، أمة الإسلام، التي يجب أن نشرف وأن نفخر بأننا منها. صلوات الله وسلامه عليه يقول: فأروا الله من أنفسكم خيرا، أي منافسة ومسارعة واستجابة لنداء الحق بالصيام الذي قال فيه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحين يقول النبي: فأروا الله من أنفسكم خيرا، يجب أن تتوافق مع الهدف والغرض الذي قال الله فيه: لعلكم تتقون، أن نصيب وأن نحقق التقوى على أرض الواقع، التي هي
أن يجعل الإنسان بينه وبين ربه وقاية بأي شيء، بتنفيذ ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، بالمنافسة والمسارعة في أفعال الخير تماما. وأفعال الخير في هذا الشهر إنما هي موجودة في كل شهر، ولكن في شهر رمضان لزاما على الأمة ووجوبا عليها أن تفعل هذا وأن تحقق هذا على أرض الواقع، بداية من التكافل والتعاون إلى الأخذ بيد الفقير والمحتاج والمسكين، إلى قيامنا ليالي شهر رمضان التي قال فيها النبي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، إلى الصدقة، إلى البر، إلى التذكر والاعتبار بما حدث في صدر الإسلام من غزوات انتصر فيها المسلمون بفضل التمسك بمبادئ الدين وقيمه وأخلاقه. هذا هو شهر رمضان بمظلته الآمنة التي ينشرها على الأمة كلها. يجب على الأمة أن تسارع وأن تدخل في شهر رمضان المعظم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما حدثنا القرآن الكريم عنه، التزاما بكتاب الله عز وجل وقراءة له، فهو شهر ميلاد القرآن الكريم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا